سيستم البيرسونال براندنج مختلف خالص عن سيستم الأكاديمية، وانت هنا معايا يا صديقي لسه في سلسلة 100 قرار لبناء الأكاديميات. والقرار ده لازم أي صانع محتوى يفهمه. اللي بيكبر البيرسونال براندنج مش هو خالص اللي بيكبر الأكاديمية. كنت في استشارة مع صانع محتوى ناجح جدا بيطلع فيديوهات والتفاعل حلو والمشاهدات عالية ما شاء الله، لكن الأكاديمية للأسف ما فيهاش خالص معدل تحويل لطلاب. وهنا سألته سؤال مهم جدا: انت بتقيس النجاح بناء على ايه؟ قال لي مشاهدات، تعليقات، شير. قلت له خد بالك، ده قياس سوشيال ميديا مش قياس اكاديميات. وبدأنا نحلل، لقيناه بيعمل محتوى بيجيب ريتش، ولكن ما بيعملش محتوى يجيب طلاب. يعني ما فيش تعريف واضح بالمشكلة التعليمية، ولا مسار تعلم، ولا حتى نتيجة قابلة للقياس، ولا توقعات قبل الدخول، ولا إثبات إن في نظام. في البيرسونال براندنج المقياس بيكون في الانتشار. في الأكاديمية المقاييس بتكون جودة العميل، الدفع والاستمرار. فممكن جدا تكون ناجح جدا في الأول ولكن تفشل في التاني لو بتلعب اللعبة بنفس الإعدادات. لازم تفصل ما بين السيستمين: محتوى للانتشار ومحتوى للتأهيل والتحول. وده يا صديقي كان قرار من 100 قرار لازم تعرفهم قبل ما تبدأ الأكاديمية بتاعتك.